يا صباح السعادة عليكم جميعا يا رب إن شاء الله. لسه مكملين في موضوع جراحات السمنة، وعايزين نعرف مين اللي مسموح ان هو يعمل جراحة سمنة ومين اللي مش مسموح ان هو يعمل عملية جراحة السمنة. خلونا نبدأ الأول بمين اللي مسموح له ان هو يعمل عملية جراحة السمنة. أول حاجة، لو حد عنده مؤشر كتلة الجسم فوق ال40. يعني ايه مؤشر كتلة الجسم؟ شرحناها قبل كده بس تعالوا نقولها تاني. بص يا سيدي، مؤشر كتلة الجسم ده اللي هو ايه؟ ان انت ممكن تحسبها نفسك دلوقتي وانت قاعد، ان انت بتكون عارف بس اهم حاجه الوزن بتاعك والطول بتاعك بالظبط. بتقسم الوزن على الطول بالمتر تربيع. ازاي؟ انت دلوقتي زي ما قلنا انت عارف وزنك كام وطولك كام. انا عندي مثلا حد طوله 175، يبقى بالمتر هو 1.75، هيضربها في نفسها 1.75، هيطلع له رقم. هو عارف وزنه كام، يقسم الوزن بتاعه على الرقم ده هيديله ناتج. لو الناتج ده 40، يبقى هو ممكن يعمل 40 فيما فوق طبعا، يبقى هو ممكن يعمل عملية جراحة السمنة. تاني حاجة، ان مؤشر كتلة الجسم يكون ما بين 35 ل 40، لكن هو عنده 3 حاجات من الخمسة اللي انا هقول لك عليهم دلوقتي. اول حاجة، ان هو يكون عنده سكر أو مقاومة أنسولين. 2، يكون عنده ضغط عالي. 3، يكون عنده دهون ثلاثية. 4، يكون محيط الخصر عند الرجال 102 أو أعلى، وعند السيدات 85 أو أعلى. آخر حاجة، الكوليسترول لو عند الميل عند الرجالة أعلى من 40 وعند السيدات أعلى من 50. لو هو مؤشر كتلة الجسم بتاعه ما بين 35 ل 40 وعنده عنده 3 حاجات من الخمسة اللي قلنا عليهم، يبقى هو يعمل جراحة سمنة. طيب ايه كمان؟ لو هو عنده كبد دهني بسبب ارتفاع الدهون الثلاثية وعنده سمنة ومؤشر كتلة الجسم 35 أو أعلى، ممكن برضه مسموح له إن هو يعمل جراحة السمنة. يبقى آخر حاجة، لو هو عنده التهاب مفاصل وجاله خشونة بسبب إن هو عنده سمنة ومؤشر كتلة الجسم بتاعه 35 أو أعلى من 35، ده كده مسموح له إن هو يعمل جراحة سمنة. طيب أهم حاجة أبقى أنا عارف قبل ما أبص على الحاجات دي كلها، أبقى أنا عارف إيه؟ إن في 3 خطوات مهمين جدا لازم أتبعهم قبل ما آخد القرار بتاع إن أنا أعمل جراحة السمنة. لو أنت مش عارف ال3 حاجات اللي أنا قصدي عليهم اللي المفروض تحاول فيهم الأول قبل ما تاخد قرار إن أنت تعمل جراحة سمنة، اتفرج على الفيديو اللي فات، هتلاقيه موجود عندك في الوصف هنا، هيظهر حالا دلوقتي. تمام؟ طيب، دول اللي مسموح لهم ان هم يعملوا جراحة سمنة. اوكي، مين بقى اللي مش مسموح له ان هو يعمل جراحة سمنة؟ اول حاجة، لو حد عنده مشكلة في القلب ومش هيتحمل التخدير والعملية، ده ما يعملش جراحة سمنة. 2، لو حد عنده مشكلة او مرض مزمن في البنكرياس او الكبد، غير مسموح. 3، لو حد عنده مشكلة في المعدة، تقرحات أو التهابات في المعدة، برضو مش هينفع يعمل جراحة سمنة. ليه؟ لأن أي حاجة موجودة في المعدة هتسبب سوء امتصاص، مش هتخليني ينفع إن أنا أعمل جراحة سمنة، لأن أصلا أنت بعد العملية بيكون عندك سوء امتصاص وهضم. جميل؟ آخر حاجة، لو في حد مدمن كحول أو مدمن أي نوع من أنواع الكيمياء، ما ينفعش ان هو يعمل عمليه جراحه السمنه، لازم يتعالج الاول وبعدين يفكر في ان هو يعمل جراحه سمنه. جميل، وصلنا لاخر حاجه. نفترض ان انت ينفع تعمل العمليه وحاولت في ال3 حاجات اللي قلنا عليهم ما عرفتش، وخلاص خدت القرار ان انت تعمل العمليه. عندي يا تكميم يا تحويل مسار. ايه الفرق بين الاثنين وكل عمليه فيهم ايه اللي بيحصل فيها؟ خلينا نشوفها مع بعض ان شاء الله الفيديو اللي جاي. اتمنى تعمل لايك وشير وتشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجديده.